كسب القلوب بحبه، أسر النفوس بخلقه، أبكى الأنام بشوقه، صلوا عليه وآله عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هعمل معاكم غدا كده بسيط للمبتدئات. هيبقى عبارة عن بسلة ورز وفراخ وسلطة. طبعا للبنات اللي لسه بتتعلم جديد او الستات اللي بتعرف تطبخ، يمكن لما تشوف طريقتي تاخد حاجة او تعجبها وتعملها. بس في البداية بتمنى طبعا اللي مش مشترك في القناة يا جماعة يشترك عن طريق السهم الأحمر اللي تحت الفيديو، ويفعل الجرس اللي جنبه علشان يوصلوا كل جديد من قناتي. ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. طبعا انا هسلق الفرخه بتاعتي. بحط لها كده بصلايه وطماطمايه وفص توم واحد بس، لاني ما بحبش طعم التوم في الفراخ. فانا بكتفي بفص توم واحد بس يدي يعني حاجه كده. خلاص بحطهم طبعا في الكبة، وبحط معاهم كمان التوابل بتاعتي. بتبقى عبارة عن فلفل أسمر وكاري وكركم وكزبرة ناشفة وملح طبعا. وببدأ ان انا اضربهم في الكبة كويس قوي بعد ما بحط كل الحاجات دي. زي ما انتوا شايفين كده اهو. هغطي بقى الكبة بتاعتي واضربهم. هيبقى شكلهم كده بالشكل ده. طبعا الفرخة بتاعتي بديها صدمة في الحلة بعد ما بتبلها كويس قوي تحت الجلد وجوه وبره وكل حاجة. بديها صدمة في الحلة، وبكون حاطة في الحلة جزراية وورق لورا وحبهان. لو عندك كرفس ممكن تحطي. وبعدين بنزل بمية سخنة على الفرخة بتاعتي في الحلة. وبعد حوالي 10 دقايق بقلبها كده على بطنها، مفيش 10 دقايق كمان، وبطفي عليها. بحط طبعا الملح والفلفل الأسمر وبتبقى تمام. خلاص أنا كده 10 دقايق أو 5 دقايق وحطفي عليها. طبعا انا عندي هنا البسله فصصتها وقطعت عليها الجزر، ما بحبش الجزر يبقى كتير انا كده. عملت كمان البصلايه بتاعتها اهي في شويه زيت على النار، بسيبهم يسخنوا شويه وبنزل بالبصلايه بتاعتي بالشكل ده. وببدا ان انا اقلبها كويس قوي في الزيت بتاعي. خلاص هنا الفرخه بقت تمام، انا هطفي عليها خلاص، بقت زي الفل واستوت. نرجع بقى للبسلة. طبعا البصلاية دبلت خلاص، بحط عليها سنة فلفل اسمر صغيرة جدا، وبنزل بقى بالبسلة بتاعتي علشان اشوحها في البصلاية بالشكل ده. وبزودها شوية سكر، شوية سكر صغيرين بس صدقوني بيدوها طعم وبيخليها مسكرة وحلوة قوي. وكمان مغرفة شوربة مع التشويحة بتاعت البسلة دي بتبقى حلوة جدا. بحضر طبعا، بقلب كده واروح احضر عصير الطماطم بتاعي. بضرب الطماطم في الخلاط بالشكل ده، وباخدها وبروح اصفيها على البسلة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وبعدين بغطي وهسيبها ونشوف الرز بقى. انا بعمله بزيت ذرة، شويه زيت ذرة على النار، وبنزل عليهم بالشعريه. كتري الشعريه بتخلي الرز جميل. وطبعا اوعي ابدا تغمقيها، بتبقى بس ذهبي. بغسل الرز بتاعي كويس قوي، وبعد ما الشعريه بتاخد اللون الذهبي ده بنزل عليها بالرز بالشكل ده اللي ببقى غسلاه ومصفياه. طبعا بقلبهم كده مع بعض كويس قوي، وبحط الملح، مقدار الملح بتاعي طبعا على قد الرز اللي انت بتعمليه. بتحطي ملح، وبقلبهم يتشمع كويس قوي، واي ميه فيه تنشف تماما علشان ما يعجنش منك. خلاص بعد كده بضيف بقى الميه. يستحسن تكون ميه سخنه طبعا، بتخليه مفلفل وبتخليه احلى كتير من الميه اللي بتبقى ساقعه من اللي هي الميه العاديه. طبعا بيبقى مقدار الميه حوالي عقلة صباع كده فوق الرز. هغطي بقى عليه لحد ما يتشرب. هنا البسله بتاعتي خلاص غليت. انا هحط لها كمان شويه فلفل اسمر صغيرين. انا ما بحطش للبسله غير فلفل اسمر وملح يا جماعه، وشويه سكر زي ما قلت لكم. هغطي عليها. الرز بتاعي كمان اتشرب، وطيت عليه تماما تماما. هقلبه بقى، وبعدين اغطيه لحد ما يستوي. هنا بقى الفرخة بحط عليها شوية زيت كده عشان يدوها لمعة، وكمان بعصر عليها عصرة ليمونة وشوية ملح وفلفل، وبحطها تحت الشواية علشان تاخد لون من جميع الجوانب. معايا كمان قرن فلفل بفتحه كده من كل ناحية وبحطه جواها، بيديها ريحة جميلة. لو عايزة تحطي صلصة على الوش مفيش مشكلة، وشوية كاتشب ممكن برضو.
خلاص انا دلوقتي هحطها تحت الشوايه بعد ما حطيت الفلفل الاسمر والملح. البسله بتاعتي استوت وبقت تمام، هحط الملح وكمان مغرفه شوربه كده، يبقى احنا حطينا مغرفتين، وهقلبها واسيبها دقيقتين بالظبط وهطفي. خلاص. الرز كمان فاضله حوالي 5 دقايق، وهغرف بقى الاكل بتاعي ونشوف شكله هيبقى ايه. كده احنا خلصنا وغرفنا الاكل بتاعنا. بتمنى طبعا البنات يكونوا استفادوا، بتمنى كمان البنات يدخلوا عندي، اكيد ان شاء الله هيستفيدوا. بتمنى كمان في النهاية تعملوا لايك وشير للفيديو، وما تنسوش ابدا ابدا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.